لو تخيلنا مثلا ان الفنان محمد عبد الوهاب مثلا بيغني لابو الليف مثلا مثلا روبي. اتفضل كلمه. اتفضل فنان محمد عبد الوهاب. اسمح لي بس اخد البوزيشن بتاعي، الوضع بتاعي يعني. البلاتو معقم. والكاميرات معقمه. الكاميرات كلها معقمه، حتى المصورين معقمين. مصورين. اللي انا قلقان منه الجمهور الحقيقه لا يكون مش معقم. هنعقمه لو عايز. بقالي ليالي حبيبي ما جاني، لا ريح لي قلبي ولا قال لي علي جرالي، وانا اعمل ايه في اللي بحبه يا ويلي يا ناري. لو الفنان فريد الأطرش غنى حاجه لابو الليف. بتحبني لا من دول اللي على الفيسبوك، لو ما شلتش العيال دي عليك هسك. انا مش خرونج، لا لا لا، انا كينج كونج. انا وانا رابط ايدي، انا وانا رابط ايدي بلعب بينج بونج. وانا انا مش خرونج. الله 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 الله. ميرسي. طب قول لي عبد المطلب، نخليه يغني حاجه ليه ولا حاجه برضو بتاعت حد؟ والله ممكن لو يغني حاجه لانوشكا. هو ليه حاجات حلوه كتير يعني. هو بيزنقني على فكره. انت عارف ان انوشكا دي ليها اخ اسمه انوشك؟ يا عبد المطلب بيقول ايه؟ نخليه يغني مثلا لحكيم. يا سلام، يبقى جميل. افرض مثلا يعني اني خصمتك يوم تيرارارارا، ما انت تعبني ومغلبني ومنسيني النوم. افرض الكلام بيجيب كلام والعزول يعمل حكاية، لا حرام هذا الغرام. احضر معاك واحضر معايا، حس بيا ما انت ليا كل حاجة. له بعندك له تضيع كل حاجة. افرض مثلا يعني اني خصمتك يوم ما انت تعبني ومغلبني ومنسيني النوم. من الحاجات الحلوه اللي سمعتها من علاء يا جماعه الفنانه سناء جميل، وهو متمكن جدا في اداء هذه الشخصيه. يا ريت نوري الناس. يا استاذ محمود يعني انا جايه مخصوص لما قالوا لي الاستاذ محمود عصب حبيب قلبي هو اللي طالبني يعمل لقاء تلفزيوني معايا. سبت كل حاجه جيت مخصوص عشان اشوفك واقابلك، لاني من اشد المعجبين بيك يا محمود. باخد تليفوني بعد التصوير بتطلع. ما هو معايا معايا ما تقلقش. لا تليفوني العده مش الرقم. علاء الحريري اصلا مهندس ديكور، فمش شرط بقى ان الواحد دايما يقلد ممثلين او مطربين. يعني ممكن يقابل في حياته كاركترات وشخصيات ملهاش علاقه بالفن.
فقبل ما نبدا البرنامج قعدنا مع بعض وقال لي ان هو عنده مجموعه شخصيات ممكن يقدمها لنا مش معروفه لكن بتجلب الضحك برضه، هيضحكنا ان شاء الله باذن الله. فمثلا في شخصيه انت قلت لي عليها سافوريا. سافوريا ده مين جامد. سافوريا؟ سافوريا ده الولد اللي بيتعاطى جميع انواع المخدرات والبراشيم والحاجات دي. يعني بيقابلك بيقول ايه؟ يعني بيقول لك ايه وهو حضرتك اساله وزنك بتحقق معاه مثلا، وليكن انت مثلا ظابط وهو ممسوك في قضيه معاه برشامتين ولا سجارتين ولا حاجه وانت بتحقق معاه. اقعد يا سافوريا. ازيك يا بيه؟ ازيك يا باشا؟ ما اقدرش اقعد قدام سعادتك يا بيه. لا اقعد ربنا يخليك ما يا تقلقش، باشا. اقعد. ربنا يكرمك. ايه يا عم اللي انت عامله ده في ما عملتش المنطقه؟ حاجه يا بيه وربنا ما عملت حاجه يا باشا. انا ماشي في حالي وصاك سليم وكله تمام يا عزب بيه. ازيك يا باشا؟ انت لا واخد حاجه؟ لا يا بيه وربنا ما خدت حاجه، ولو خدت اي حاجه رجعها يا باشا. طب انا عايز اعرف منك دلوقتي، انتوا كنتوا ماشيين 4 ايوه يا باشا. خلاص اتهجمتوا على الست وخطفتوا الشنطه وجريتوا، ده من ايه؟ باشا فضا ما وراناش حاجه. فضا؟ واليد البطاله نكسه سعادتك. هتاخدوا الفلوس تروحوا تشتروا بيها زفت وطين وهباب. يا باشا الواحد لازم يعمل اي حاجه يعني عشان لا مؤاخذه يعني نجيب تمن الكيف يعني. ايوه انا عايزك بقى تعترف وتقول لي ايه كيف؟ معترف بكل حاجه، مش جاي. ولا انت مبرشم؟ لا يا بيه. رينا اسف بس. عايز اشرب يعني ميه او اشرب اي بلا ازرق بقى. هاتوا له ميه. تعبان يا عزب بيه. طب وايه اخرتها بقى؟ انا مبطل وحات بتجمعنا يا باشا. انا مبطل كل حاجه يعني المكيفات دي بظروفها يعني في ما فيش ازعل. ازيك يا بيه؟ ازيك انت؟ الحمد لله. يعني وانت واخد ايه دلوقتي طيب؟ واخد بالي يا باشا. واضح. تعالى اقعد بس. انا ما اقدرش اقعد قدام سعادتك. طب ايه حكايه بقى شاعر الاقاليم؟ الاقاليم مليانه طبعا مواهب ومليانه حاجات، لكن في بعض النماذج بتبقى موهومه بالشعر، يعني موهوم ان هو شاعر نفسه في عمره ينزل للقاهره ويقابل حد من الشعراء الكبار وينتشر ويعمل دواوين وهو بعيد كل البعد عن الشعر. عن الشعر. فانا اصطدت النموذج ده وعملته. انا مسميه شعلان الصفتي. شعلان الصفتي. على اساس ان هو جاي من صفت اللبن جيزه يعني. فتحاور معاه برضو، دخله في الحوار. اهلا بيك في حلقتنا النهارده. بنستضيف الشاعر الكبير الصفتي والصفتي النهارده هيسمعنا بعض ابيات من اللي نظمها. اهلا بك. اهلا بيك. يا الف مرحبا. اهلا وسهلا. يعني بدايه كتابتي للشعر وكده كنت من امتى يعني وانت بتكتب شعر؟ انا بكتب شعر يامي. بدايه كتابتي للشعر وكده كنت على علاء بنت عمي. كنت على علاء بنت عمي يعني زي ما تقول يعني هي اللي بتستلهمني الشعر وكده يعني. ففي نوبه كده قاعد في ظل الشجره تفت لقيت ريحه هف علي فكتبت لها قصيده اسمها شق الليل. قصيده شق الليل. بقول لها شق الليل في قلب الفجر طلع النهار قايه قلت اني مرايه وسكت جوايه. يا الف مرحب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طب نفسك لو مطرب او مطربه تغني لك مين
تختار مين يعني يغني؟ اختار مدام نانسي عجرم. ممكن يتعمل ايه لنانسي عجرم؟ اني كدبه بيضه، اني كدبه بيضه في ليله سودة، اني ضلعي في مثلث برمودا، شباك حديد من غير اوضه يا الف مره. سلام. جمهورك ما شاء الله، جمهورك حاجه جميله. طب المطرب، لو قلنا بقى مطرب، شخصيه المطرب ده مطرب انا وانا ماشي لقيته على كوبري قصر النيل بيغني مع نفسه وحواليه شويه اصحاب كده بيسقفوا له ويشجعوه، فوقفت اسمعه من ضمنهم. اصلي انا مش اغني الا على كوبري قصر النيل. اللي هو علي الاسدين، ابويا الله يرحمه برضه كان يغني على نفس الكوبري، بس كان لسه الاسدين صغننين. كان معاه على الكوبري. اما الله واقفه بغني كده، وبعدين ايه خلاص بصيت لقيت حاجه جت كده، ما خدتش في بالي، قعدت اغني. بعد شويه بقى بصيت لقيت حاجه جت كده ما عرفتش اغني. البوكس فولد جه، عمال يشتغل يقول لي ولا تعالي يلا. قلت له ما تقولش يلا، شتم. شتم بس مش عليا انا، على امي. بعدين قال لي ولا امشي اركب البوكس. قلت له اقعد جنب الشباك.